بس انا مش هجاوب انا كده هجاوب على السؤال اللي عماله اقول مش هجاوب عليه. عايزين نسال سؤال. يلا بينا. ليه لو في اعلانات بتركز على العميل اكتر هي اللي بتنجح عن الاعلانات التانية اللي بتركز على المنتج نفسه؟ علشان احنا بقينا زمان كان في حاجه اسمها الفور بيس اللي احنا شرحناها قبل كده، ما بقتش فور بيس. بس انا مش هجاوب انا كده هجاوب على السؤال اللي عماله اقول مش هجاوب عليه. اخس عليكي يا سما. بحب ازنقك، محتاجه اعرف طب السؤال بصي ده بجد. هلف هاجي من هناك. الفكره انه الكلاينت بقى واعي جدا، وبقى عنده ماركتنج نوليدج وماركت نوليدج الاثنين، وبقى عارف هو عايز ايه، وبقى محتاج فاليو طول الوقت، ومحتاج يحس ان هو مميز. فلو انا بعت له برودكت وقعدت اتكلم على مزايا البرودكت، مش هو ده اللي هو عايزه. هو عايز يحس بالفاليو اللي انت هتديها له، مش عايز يشوف ان انت عندك 6 جيجا رام، بس عايز يشوف انه لو خدت 8 او 16 انا هخلص شغلي اسرع. فبدل ما اقول له انت هتاخد لابتوب فيه 16 جيجا رام، انت بدل ما تخلص شغلك في 8 ساعات هتخلصه في ساعتين، عشان الريندرنج عندك هيبقى اعلى. فاهمه؟ فانا ببيع له ايه اللي هيعود عليه من السبيكس اللي موجوده في البرودكت بتاعي. فاز ماتش از انا كلمته بلغته، هو مش فاهم تكنيكال، هو اي تي، هو مهندس ولا يعرف ولا حاجه. فهو مش فاهم تكنيكال، هو كل اللي محتاجه ان هو يلمس الفاليو اللي هتعود عليه كبني ادم في انجاز شغله او حياته، او حتى لو هيهاف فن مقابل المنتج اللي انت بتقولي له ده سعره قد كده. بس فده السبب. اوكي.